عروسة راحت توصل عروسة يوم فرحها، وكانت نهايتهم المرعبة الاتنين في الترعة. النهاردة هنعرض قصة حزينة ونهاية مأساوية وحادثة بشعة مرعبة حرفيا لنورهان وصديقتها العروسة اللي كانت نهايتهم أسفل الترعة. ايه اللي حصل بالظبط؟ الفرح ازاي يتحول لجنازة، ازاي ابتدى بزغاريط وسقف ورقص وانتهى بصراخ وعويل وجنازة حرفيا، واللي موجود في المستشفى بالغيبوبة الكاملة في العناية المركزة بفستان الفرح. هنعرض القصة كاملة وإيه اللي حصل خلى دي النهاية المأساوية، العروسة اللي موجودة في العناية المركزة لغاية دلوقتي بفستان الفرح. نورهان هي بنت كانت مخطوبة في أوائل العشرينات من عمرها، كانت مخطوبة من 4 أيام. كانوا يعملوا لها أهلها عشان فرحانين ببنتهم فرح كبير جدا وسط أصحابها وأهلها في قاعة كبيرة من القاعات الموجودة في محافظة كفر الشيخ. بس للأسف كان حصلت عندهم حادث وفاة، ابن عمتها توفى، فقرروا يلبسوها الدهب زي ما كده بيتسمى في الفلاحين، العريس يلبس عروسته الدهب ويبقى احتفال صغير في بيتهم وإن هما يعوضوها في فرحها. فنورهان كان صاحبتها هتتجوز، فقررت ان هي تروح تجاملها وقالت لاهلها ان هي لازم نجاملها ونخلي فرحها ده فرح ما يتوصفش. وفعلا ده اللي حصل، وكان الفرح يعني بشهادة الجميع جميل جدا وتحفة حرفيا. بعد كده هو اللي حصل وهم مروحين على قرية الديبي، تحديدا في قرية الديبي الطريق هناك مع الزفات وكده، العربية العروسة والعريس اتقلبت وكانت معاهم نورهان، كانت راح توصل صاحبتها وصاحبة عمرها لشقة الزوجية. فلما العربية كلها اتقلبت باللي فيها، الأهالي قرروا، طبعا اللي بيكشف عن المعلومات دي خال نورهان، بيحكوا له على اللي حصل، ان هم قعدوا تحت في الترعة والعربية مقلوبة لمدة ربع ساعة، العروسة والعريس ونورهان صاحبة العروسة، لغاية ما قدروا ان هم يطلعوهم من العربية، وده كان شيء مش سهل تماما، كان شيء صعب جدا. فلما طلعوهم كانت نورهان اول واحدة. بيقولوا ان هي كانت عايشة، وبيقولوا بس كانت شاربة مية كتير جدا، بيقولك قعدت تكح يعني تطلع مية كتير من بقها وكحت كحتين وبعد كده ماتت، توفت نورهان. وبيقولك بعد كده طلعوا العروسة صاحبتها كانت حالتها زي نورهان بالظبط، بس كانت عايشة، ودوها المستشفى عايشة، بس كانت في غيبوبة تامة، ودخلوها العناية المركزة فورا لخطورة حالتها، وقرروا ان هم بفستان الفرح تكون في العناية المركزة في الغيبوبة التامة. والعريس برضو كانت حالته سيئة جدا. الفرح اتحول لجنازة، وبيقولوا ان هي نورهان وصلت للمستشفى جثة هامدة. طبعا الاهالي حزنة جدا على اللي حصل في الفرح، وعلى قد ايه بعد ما كانت مش قادرين يصدقوا الفرح بعد فرحة وهيصة وسقف وزغاريط ورقص، ومتوقعين حياة جميلة للعروسة والعريس، وفي ثانية ده اللي يحصل ليهم وهم مروحين. مركز مطوبس في كفر الشيخ مش قادر يصدق ان ده اللي حصل للفرح اللي كان لسه موجود من ساعات. العروسة والعريس موجودين في المستشفى، العروسة في غيبوبة تامة، فستان فرحها في العناية المركزة، نورهان صاحبتها اللي راحت تجاب اللي لسه كانت خطوبتها من كام يوم وراحت تجابل صاحبتها وكانت فرحانة لها وبتوصلها، توفت. الله يرحمها ويشفي العروسة ويشفي العريس ويشفي كل مرض ويقوموا بالسلامة، والله يرحم نورهان، حادثة بشعة، ادعوا لها بالرحمة يا جماعة. واتمنى، هو لغاية دلوقتي ما قالوش ايه هو سبب ان العربية تنقلب في الترعة، هل بسبب الزفات اللي بتحصل واللي بيحصل في الزفات واللي اكيد كلنا عارفين ايه اللي بيحصل فيها، ولا بسبب اللي الطريق مش متسفلت في حاجة مش طبيعية، يعني هل قضاء وقدر ولا بسبب الزفات وده خطأ بشري؟ ده اللي هتثبته التحقيقات اللي جاية ان شاء الله. ادعوا لها بالرحمة يا جماعة، نورهان الله يرحمها.
عروس كفر الشيخ الله يرحمها، وادعوا بالشفاء للعروسة والعريس اللي في المستشفى.